أكيد كلنا كأصحاب قنوات يوتيوب بنسأل نفسنا السؤال ده 100 مرة في اليوم: لماذا لا نحصل على مشاهدات؟ احنا مش بنجيب مشاهدات ليه؟ بالرغم ان ممكن يكون الفيديو كويس، تصوير كويس، مونتاج كويس، ولكن بالرغم من ده كله مفيش مشاهدات. ايه السبب؟ السبب ببساطة انك لا تختار افكار صحيحة لفيديوهاتك. نوعية الافكار يا جماعة، نوعية الفيديوهات اللي انت بتعملها، الفكرة اللي موجودة في الفيديو انت مش بتحسن اختيارها. لازم كلنا نعرف ونتأكد ان المواضيع والافكار هي اللي هتجيب لك مشاهدات، هي اللي هتجيب لك تعليقات، هي اللي هتجيب تفاعل، هي اللي هتجيب مشتركين، هي اللي هتخلي القناة تكبر بسرعة. لو وصلت لمرحلة ان الناس تقول هو جاب الفكرة دي منين، يبقى انت كده على الطريق الصحيح. ولكن السؤال اللي بيسأل نفسه: اجيب الافكار دي منين؟ قرب كده وركز، غمض عينيك، حاول بقى تفكر بعمق، حاول تعصر دماغك. ولا اي حاجه، مفيش ولا عمق ولا افكار ولا اي حاجه، ده انا دماغي صدعت حتى. الموضوع يا جماعه ابسط من كده بكتير. ان شاء الله في الفيديو ده هنتعلم مع بعض 6 طرق بسيطه جدا اي حد يقدر يعملهم. ال6 طرق دولت من خلالهم هتقدر تجيب افكار ناجحه لفيديوهاتك، افكار عليها طلب، افكار عليها بحث، الناس بتبحث عن المواضيع والافكار دي. فمن خلال الطرق ديت هتقدر تجيب مشاهدات اكتر لفيديوهاتك، فبالتالي قناتك هتكبر بسرعة. تأكد ان انت تشوف كل ثانية في الفيديو، لان في بعض التريكات والحركات كده في النص ممكن تكون اول مرة تسمعهم، وصدقني هتستفاد من الفيديو. لو انت مهتم تابعنا للنهاية. يلا بينا. السلام عليكم، ايه الاخبار يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. زي ما قلنا في المقدمه 6 طرق بسيطه كده وسريعه من خلالهم هتقدر تجيب افكار ناجحه لفيديوهاتك، ولكن زي ما قلت لك لازم تكون معايا خطوه بخطوه في الفيديو، ما تسرعش اجزاء. طيب، من المرجح ان الافكار اللي نجحت في القنوات المنافسه او القنوات اللي نفس محتواك ممكن تنجح برضو في محتواك. فدي اول طريقه هنعملها، وان احنا ندخل على القنوات اللي نفس محتوانا ونشوف الافكار اللي ناجحه عندهم، ونبدا نحلل الافكار دي، ونبدا ناخد افكار او نبدا ناخد نفس المواضيع ونتكلم عليها بطريقتنا. والموضوع ده هنعمله بطريقتين، لان احنا لازم يكون الافكار دي لسه شغاله. ما نجيبش فيديو من 2 3 ونبدا نشتغل عليه وهو مش شغال، وممكن يكون الفيديو برضو من 2 3 ولسه بيجيب مشاهدات. فنعرف الحاجات دي ازاي؟ طيب، اول حاجه هنبدا ندخل على قناه نفس المحتوى بتاعنا. وعلى سبيل المثال انا بالنسبه لي دخلت على قناه الريشه اهي، استاذ توفيق ابو حلاوه ربنا يديه الصحه. وبعد كده هندخل على الفيديوهات، تمام. وبعد كده بنبدا نضغط على الترتيب حسب ونجيب الاكثر شهره. هيبدا يجيب لي الفيديوهات اللي جابت مشاهدات عاليه، يعني 1,700,000، 1,651,000. ولكن الفيديوهات دي من 5 سنين و4 سنين ومش عارف 3 سنين وحاجات زي كده. فانت ابدا شوف الفيديوهات اللي اخر 90 يوم، اخر 3 شهور ابدا شوفها، او اخر 6 شهور ابدا شوفها. ولكن يعني في طريقه اسهل من كده، بدل ما تقعد تدور كده بشكل يدوي، تمام. هو طبعا بيجيب لك من الاكبر للاصغر. فانت لو عندك اداه فيد اي كيو ممكن تدخل على حاجه اسمها ترندنج، ديت اضافه بتنزل مع اداه فيد اي كيو، ودي بقى هتجيب لك المشاهدات في الوقت الحالي. يعني هتجيب لك اخر ساعه الفيديو ده عليه مشاهده قد ايه وعليه تفاعل قد ايه. حاجه سحريه بصراحه. جاب له هو 6 فيديوهات، يعني الفيديو ده شايف كده عليه 4700 مشاهده لاخر ساعه، وده 4400 مشاهده لاخر ساعه، وده هكذا 3900. فاذا ال5 فيديوهات دولت ب5 افكار ناجحين عليهم بالفعل تفاعل في الوقت الحالي، في الوقت الحالي. ودي مش دعوة ان احنا نسرق افكار الغير او نجيب فيديوهات الغير ونسرقها ونشتغل عليها، لا. انت ابدأ حلل وشوف الفيديو ده نجح ليه. هل الصورة مصغرة اللي خليته ينجح؟ هل الموضوع نفسه اللي الناس مهتمية بيه؟ هل الطريقة بتاعت الفيديو؟ فانت ابدأ دون ملاحظاتك، وابدأ انت بقى اعمل الفيديو بطريقتك وباسلوبك، وابدأ حسن من الفيديو. يعني ابدأ حط بقى تاتشات كده وحاجات جديدة من عندك. وممكن كمان تقدر تدرس فيديوهاتك انت نفسها وتبدأ تعمل نسخ جديدة او نسخ محدثة منها. طب ازاي الموضوع ده؟ هتدخل على الاحصائيات بتاعت قناتك، هتجيب الاحصاءات اهي وتجيب نظرة عامة، وتلاقي هنا افضل الفيديوهات في اخر 28 يوم. هتبدأ تلاقي مجموعة من الفيديوهات. ممكن هنا تجيب اخر 90 يوم مثلا،
يبقى كده هو جاب لك افضل الفيديوهات مشاهدة لاخر 90 يوم. فانت ابدأ بقى اعمل نسخ تانية من الفيديوهات دي او فيديوهات مكملة. يعني انا مثلا الفيديو ده اللي هو بتاع رفع فيديو على اليوتيوب بشكل احترافي، ده جبت فكرته بالطريقة الاولى اللي انا قلت لكم عليها، والفيديو ما شاء الله شغال اهو. طيب في فيديو ممكن تلاقيه قديم، يعني الفيديو ده من 2020، وبالرغم من كده يعني لسه شغال، جايب 71,000 مشاهدة خلال اخر 90 يوم بس. يبقى ده الوقت اللي انا اقدر اعمل فيه نسخة تانية من الفيديو ده او اعيد انتاج الفيديو ده، لان اكيد في تحديثات حصلت والناس دايما بتدور على الجديد. فانا لو عملت فيديو عن طريقة انشاء صفحة على الفيسبوك اكيد الفيديو هينجح ان شاء الله، لان كمان في مشتركين كتير اشتركوا على القناة بسبب فيديو زي ده. وهكذا بقى فيديو زي ده من 2020 برضو طريقة عمل فيديو انيميشن السبورة البيضاء، فلو انا عملت فيديو جديد اكيد ان شاء الله هيجيب مشاهدات. فانت اعمل كده في قناتك. طيب الطريقة اللي بعد كده وهي استخدام شريط البحث في الحصول على افكار ناجحة. طب الموضوع ده هعمله ازاي؟ انا على سبيل المثال عايز اعمل فيديو عن التصوير، وعايز افكار للفيديو ده وتكون افكار ناجحة وعليها بحث وعليها طلب. اول حاجة هتعملها تبدأ تكتب هنا في البحث التصوير وتعمل مسطرة، هتلاقي هنا افكار كتيرة جدا. هنا مثلا اول حاجة اسمها التصوير الاحترافي بالجوال، يبقى دي جملة الناس بتستخدمها في البحث عن كلمة التصوير. فهبدأ أدخل مثلا على أول نتيجة بحث أهي، هلاقي هنا هوت فيديوهات، يعني فيديو هوت جايب 1,900,000 مشاهدة، 144,000، 4 مليون مشاهدة. يبقى التصوير الاحترافي بالجوال عليه بحث كتير جدا. لو رحنا على أداة فيد اي كيو وبصينا على الإضافة دي هتلاقي الفولم اللي هو معدل البحث عن الكلمة دي يكاد يكون مرتفع، يعني هو كل ما يروح على الأخضر يبقى البحث مرتفع، الناس بتدور على كلمة التصوير الاحترافي بالجوال. وفي هنا حاجة اسمها بقى الكومبيتيشن، المنافسة. هنا المنافسة متوسطة. اللعبة في ايه بقى؟ اللعبة ان انت تلاقي كلمة البحث عليها عالي، دي كده هتلاقيها بالأخضر، والكومبيتيشن يعني تلاقيها منخفضة، يعني تلاقي دي كده عكسية، دي كده عالية ودي قليلة. طب تلاقي الموضوع ده ازاي؟ ان انت تستهدف حاجات ادق. يعني انا ممكن اجيب التصوير الاحترافي بالجوال واعمل كمان شرطة او اعمل كمان مسطرة اهو، مثلا تصوير فيديو احترافي بالجوال لليوتيوب اهو، دي كده جملة ممتازة ان انا اشتغل عليها. معدل البحث فيها مرتفع داخل اهو على اللون الاخضر، والكومبيتيشن اهو منخفض. يبقى انا لو اشتغلت على الجملة دي الناس بتدور عليها، والمنافسة ضعيفة، مفيش منافسة قوية على الكلمة دي. فمن المرجح ان انا لو استخدمت العنوان ده اجيب مشاهدات كويسة. في بعض التريكات بقى انت ممكن تعملها في شريط البحث عشان تجيب افكار اكتر، وهي انك ممكن تكتب مثلا هنا التصوير وتعمل مسطرة وتحط شرطة سفلية وتعمل مثلا الجوال او الكلمة التانية اللي انت عايز تكتبها. هيبدأ بقى يجيب لك هنا الكلمات اللي هي بين التصوير والجوال، يعني مثلا التصوير بدون اهتزاز، التصوير بدون مسك الجوال، فدي افكار تانية. او ممكن الشرطة ديت تحطها في الاول، هيجيب لك الكلمات اللي قبل التصوير اهي، تعلم التصوير الاحترافي بالجوال، تعليم التصوير بالموبايل. فالشرطة دي ممكن تحطها في النص او في الاول علشان تجيب لك الكلمات اللي قبل كلمة التصوير، والكلمات دي كلها الناس بتبحث عليها. طيب في تركية تانية بقى وممكن انت ما تكونش واخد بالك منها وما فيش ناس كتير بتستخدمها، وهي انك تستخدم جوجل ترندز، مؤشرات جوجل. لو انت عندك كذا موضوع عايز تتكلم فيه وعايز تعرف انه موضوع اللي عليه بحث اكتر، فجوجل ترندز ممكن تعمل مقارنات بين المواضيع او بين العناوين، تقدر من خلالها تجيب الحاجات اللي اكتر بحثا، وكمان تقدر تتوقع حدوث الترند قبل ما يحصل. في حاجات كده بتصعد في مواسم معينة ممكن تقدر انت تشتغل عليها قبل ما تحصل. طيب نروح على مؤشرات جوجل. طبعا انا هسيب لكم مقالة في الوصف فيها جميع الادوات اللي احنا بنستخدمها والرابط بتاع جوجل ترندز وازاي تنزل فيد اي كيو والحاجات دي كلها. انا مثلا قناة طبخ وعايز اعمل فيديو عن الكنافة اهي، كلمة الكنافة، وعملت عليها بحث. وبعد كده تضغط على السهم اللي هو جنب الدولة دي ونعمل في جميع انحاء العالم، تمام، عشان يجيب لك في كل انحاء العالم. ودي هنا اخر 12 شهر. طيب هنا كلمة الكنافة الناس بتبحث عليها ازاي طول السنة، ده كده اخر 12 شهر. هتلاقي هنا هي صاعدة في ابريل 2021 وبعد كده نزلت اللي هو شهر رمضان، وبعد كده نزلت وبعد كده بدأت تصعد تاني في ابريل 2022 اللي هو شهر رمضان برضو. يبقى انا لما اجي اعمل فيديو عن الكنافة اعرف ان هو هيكون عليه طلب عالي.
لو انا عايز اعمل مقارنة بين كلمة الكنافة وبين كلمة مثلا البيتزا، انا عايز اعمل كنافة وعايز اعمل بيتزا وعايز اعرف انه اللي عليه بحث اكتر. جايب لك اهو زي ما انت شايف كلمة البيتزا اللي هي بالاحمر اهي عليها بحث طول السنة، وبرضو صعدت في موسم شهر رمضان لان الناس بتحب تاكل في شهر رمضان. فانا ممكن اعمل مقارنات اهي، المكرونة مثلا بالجبن اهي، فانت تقدر تعمل مقارنات. شوف بقى الجمال، كلمة المكرونة بالجبن ديت عليها بحث قد ايه، اعلى من الكنافة واعلى من البيتزا، فخسفتهم خالص. فدي طريقة كويسة تقدر تقارن بين المواضيع اللي هتشتغل عليها. او مثلا عايز تعمل عنوان، ده بالنسبة للعناوين، عايز تقارن انه عنوان اللي عليه معدل بحث عالي. شايف اللي هي بالازرق اهي طريقة عمل الكنافة، يبقى انا لما اجي اعمل عنوان اكتبه طريقة عمل الكنافة وليس كيفية عمل الكنافة، لان الاحمر اهو قليل جدا. في تركاية جامدة بقى من خلال شريط بحث جوجل مع الفلاتر، من خلالها تقدر تعرف الترند في محتوى معين، اتجاه الناس في المحتوى ده لاخر شهر عامل ازاي. استخدم الموضوع ده برضو هيفيدك جدا. طب اعمله ازاي؟ هتروح مثلا على شريط البحث وتبدأ مثلا تكتب هنا بابجي مثلا، انت قناة العاب وكتبت بابجي كويس، تضغط على الفلتر. بعد ما كتبت بابجي تضغط على الفلتر، وبعد كده تجيب اخر شهر عشان اجيب الفيديوهات اللي اتعملت في بابجي او محتوى بابجي اخر شهر. وبعد كده هضغط تاني على الفلاتر، وبعد كده هجيب عدد المشاهدات اللي هو الترتيب حسب عدد المشاهدات اهي. دي بقى هتجيب لك اعلى الفيديوهات مشاهدة خلال اخر شهر في بابجي. اكيد في اتجاه معين اخر شهر في المحتوى ده، فانت هتبدأ تشوف مدى الصلة بين الفيديوهات كلها بتتكلم عن الحاجات اللي هي بفلوس دي، سحب دولار سيارات اللامبورجيني بقيمة 123,000 دولار اهي، سحب دولاب بدلة مش عارفت ايه ب 115,000 دولار، سلاح اهو ب 49,000 دولار، حاجات زي كده. بقى انت اكيد هتلاقي اتجاه معين. انا طبعا ما اعرفش ببجي، ولكن انا ملاحظ ان كل العناوين فيها ارقام ودولارات وحاجات اسلحه وحاجات زي كده. فانت ابدا شوف الترند بتاعك ماشي ازاي لاخر شهر، وابدا اركب الموجه زي ما بيقولوا. فنصيحه من اخ لاخواته، ابدا خد لك نص ساعه قبل ما تعمل اي فيديو، اعمل الخطوات اللي احنا قلنا عليها، ورق وقلم كده، وابدا اكتب الافكار اللي انت لقيتها ناجحه، الفيديوهات اللي عليها تفاعل، الفيديوهات اللي عليها مشاهده، الفيديوهات اللي ناجحه عند الغير، اللي عليها طلب، المقارنات، الحاجات دي كلها ابدا اعملها، وابدا دون ملاحظاتك. هتلاقي عشرات الافكار، ممكن واحده ما تجيش معاك، التانيه تيجي، ممكن 2 3 ما يجيبوش مشاهدات، الرابعه تيجي، ولكن انت ماشي في الاتجاه الصح، بتعمل فيديوهات على حسب طلب الناس، وفيديوهات هي اوريدي ناجحه وموجوده وعليها طلب. وفي برضو فيديو هيظهر معاكم في الشات النهائي دلوقتي 10 اخطاء قد تمنع نجاحك، علشان ما تعملش الحاجات دي وانت اصلا شغال غلط. فشوف برضو الفيديو ده، وهسيب لكم برضو مقالة في الوصف فيها الادوات اللي احنا اتكلمنا عليها. سلام.